اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل كميه سجق كبيره من نص كيلو من اللحمه، وهنضاعف الكميه بمكون صحي، مش فول صويا بقى ولا الكلام ده. وهنعمله بقى المفاجاه ان هو من غير هنك. سعر الهنك دلوقتي بقى اغلى من سعر اللحمه، لا احنا مش عايزينه وهنعمله من غيره. عايزه اقول لكم بقى الولاد كل شويه بيجيبوا سندوتشات من بره من عربيه السجق والكبده، وطبعا اللحوم دي مش مضمونه دلوقتي. قلت لهم لا، انا هعمله في البيت بنظافه وجوده، وهنحط له كده شويه بهارات وتوابل، هتوديه في حته تانية خالص، وهيبقى احلى بكتير من السجق بتاع الشارع. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقه، ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين شكل السجق؟ بجد يا جماعه تحفه، والطعم والريحه بتاعته مفيش بعد كده. انا جبت كده واحده من الفلفل الاحمر اللي هو الفلفل الالوان ده، الفلفل الرومي، وابتدات اقطعها بالشكل ده. انا هعمل نص كيلو لحمه، يبقى واحده من الفلفل على نص كيلو لحمه. حطيتها كده في الكبه عشان اطحنها، بس الكبه كانت مطرح اللحمه لان اديتها وشين كده في الفرن. نعمت اللحمه الاول وبعد كده اخدت الفلفلايه وحطيتها في الكبه وفرمتها بالشكل ده. دلوقتي انا بصفيها من الميه بتاعتها، مش محتاجه الميه بتاعتها خالص عشان ما تفكليش السجق. وجبت كده كوبايه من الحمص، نقعته بالليل كده وقمت الصبح اشتغلت بيه وفرمته في الكبه لغايه ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش هعمل بفول صويا، هما بره بيستخدموا فول الصويا وبيبقى معظم المكونات فول صويا، مش صحي خالص. انا استخدمت الحمص زي ما انتوا شايفين كده، مكون صحي جدا. دي بقى شويه توابل كده وبهارات هنحطها، انا هكتبها لكم في صندوق الوصف، هقولها لكم دلوقتي كده بسرعه. انا خدت كده 5 و6 حبات من كوبيبه الصيني، و4 و5 وحدات كده من القرنفل أو المسمار، ومعلقة صغيرة من زر الورد، ومعلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من البابريكا، ومعلقة من بهارات اللحمة. دي التوابل بتاعتنا. هبتدي بقى اشتغل في السجق كده. انا جبت اللحمه كنت فرمها مرتين، حطيت عليها الفلفل وحطيت عليها الحمص وحطيت عليها البهارات. والمكون بقى الرئيسي والاساسي اللي من ضمن التوابل والبهارات نص معلقه من الحلبه الحصى. انا ضربتها كده في المطحنه بتاعه الخلاط، هي دي اللي انتوا شايفينها. خدت بس نص معلقه وعملتها في المطحنه بتاعه الخلاط، وكمان غربلتها كده باي مصفى عندك كده ضيقه عشان تاخدي الخشن، احنا مش عايزينه. انا اخدت بس الناعم نص معلقه مش اكتر من كده، هتودي الطعم يا جماعه في حته تانية خالص. حطيت كده كل المكونات على بعضها وابتدأت كده اعجنها بايديا، بس انا مش هستكفى بكده. انا برضو هحطها في الكبة دلوقتي، بس في حاجات تانية دلوقتي هحطها برضو معاكم. في بقى نص معلقة من الثوم، انا هحطها دلوقتي في الكبة دي بقى اساسية يا جماعة ومهمة جدا جدا جدا. مش هنحط بصل خالص عشان ما يقلبش على كفتة، لكن معلقة الثوم اللي هنحطها دي مهمة قوي. هقلب كده بقى المكونات مع بعض، ومحتاج كده معلقتين من النشا، هحطهم كده بالشكل ده. وكمان هحط نقطة كده من اللون الأحمر. عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه مفيش أي مشكلة. ودي معلقة التوم، توم مفروم كده من اللي أنا عاملاه معاكم. خدت كده معلقة وضفته كده على اللحمة بتاعة السجق. التوم أساسي يا جماعة في السجق، أساسي ما ينفعش نستغنى عنه. هنبتدي دلوقتي بقى نشكل مع بعض كده. بصوا أنا بجيب كيس كده من بتاع التلاجة وببتدي أقطعه كده من الناحيتين واشتغل بيه. الطريقة دي سهلة جدا يا جماعة. أنا مش عايزاكي تصبعي بإيديكي عشان ما يبقاش شكله زي الكفتة. بجيب كده المقطع وبتني كده الكيس بعد ما بحط اللحمة، وبشد كده الكيس هيعمل لي زي شكل السجق بالظبط. انا عايزاه رفيع مش تخين. اهو بالشكل ده انا هعمله معاكم كذا مرة. ممكن لو ما فيش مقطع يبقى مثلا مسطرة او سن سكينة، لو ما فيش اي حاجة يبقى بايديكي زي ما انت شايفة كده. ترجعي تبرميه بالشكل ده. انا عايزاه رفيع مش تخين، ان هو بيرجع يتخن تاني. اهو طريقته سهلة جدا ومش عايز اي حاجة. شايفين؟ اهو سهل جدا. تاني برضو معاكم كده اهو بعمله بايديا اهو، وبالمقطع برضو هيشكلك بسرعة، مش هياخد معاكي وقت خالص. اهو شايفين؟ تشدي كده الكيس هيعملك صابع سجق مفيش بعد كده. اهو شايفين؟ انا بوريكم بس الطريقة. ممكن بقى تعمليه لوية كده زي السجق اللي بنجيبه من بره، دي حاجة ترجع لك انتي. طريقته بسيطة جدا وسهلة، ومش عايزين هنك بقى ولا الكلام ده. أنا عملت بقى كل الكمية. بصوا كده، الصينية الواحدة من دي ده نص كيلو، أنا ضاعفت الكمية. يبقى الصينية الواحدة يا جماعة نص كيلو، يبقى ده نص كيلو وده نص كيلو. أنا عملت معاكم دلوقتي نص كيلو، ومن ورا الكاميرا عملت نص كيلو تاني. عملوا لي الصينيتين دول. دلوقتي بقى المهم في تكاية كده مهمة جدا. أنا هجيب صينية أحط فيها مية سخنة على عين البوتاجاز، وهحط شبكة وهرص السجق بتاعي. الخطوة دي مهمة جدا لو انت عايزة تخزنيه بقى، مش عايزة تعمليه في نفس اليوم. طبعا الكمية دي مش هنعملها في نفس اليوم،
هحط كده في الفريزر للولاد في اي وقت عايزين يطلعوا يعملوا، هيبقى سهل عليهم جدا. اهو سبته كده 10 دقايق على الناحية دي، ورجعت قلبته على الناحية التانية، وبعد كده بقى سبته يبرد. الخطوة دي مهمة بقى في ايه؟ ان انا بخزنه كده في الفريزر، بيبقى سهل جدا، بقدر اطلع منه عشان اعمل سجق اسكندراني، او حتى احمره كده واعمله سندوتشات للولاد. بيبقى سهل جدا، تخزنيه سهل جدا وبسيط ومستوي نص سوا كده، وتعمليه بقى بسرعة، مش هياخد منك بقى دقيقتين في العمايل. الكمية دي اهي هشيلها في الفريزر، استخدمها بقى في اي وقت. طلعي منها بكل سهولة، مش هيلزق في بعضه ولا اي حاجة. لكن لو شيلتيه لحمة كده نية مش هتعرفي تطلعيه من بعضه، هيبقى صعب جدا عليكي. هنعمل بقى شوية اسكندراني كده. انا جبت كده حوالي معلقة من الثوم، في معلقة كده من شوية زيت الزيتون، او سمنة او زبدة او اللي يعجبك. وقطعت كده طماطمتين كبار قطع زي ما انتوا شايفين، ونزلت على الثوم اول ما بدأ يصفر، علشان نعمل كده سجق اسكندراني طعمه في حتة تانية خالص. وجبت طاسة تانية كده، حطيت فيها برضو معلقة من الزيت، وابتدأت أشوح السجق بتاعي. هو طبعا مستوي نص سوا، هديله تشويحة كده بسيطة في السمنة. شايفين يا جماعة شكله ايه؟ شكله بجد تحفة. التوابل اللي احنا حطيناها هتخليه زي السجق بالظبط، طعمه وريحته وكل حاجة، مش هتفرقيه عن بتاع بره، بالعكس هيبقى أفضل وأحلى. قطعت كده بصلاية جوليان أو طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، عشان هنعمله اسكندراني. وأول ما السجق كده اتحمر شوية، بدأت أنزل بالبصلاية، دبلتها شوية، ونزلت بقى بشوية فلفل ألوان كده. الفلفل الألوان ده بيخلي الوصفة بقى في حتة تانية خالص، غير إنه كمان مغذي وبيبقى طعمه لذيذ جدا. أنا ما بحبش إن أنا أدبله قوي، بديله تتبيلة بسيطة، لكن ما بحبش أهريه. حطيت كده ملح وكمان شوية من الفلفل الأسود، ودلوقتي حطيت معلقة من الصلصة، وهبتدي كده اقلب تقليبه حلوه. مش هننسى بقى الطاسه اللي احنا سايبينها ورا دي على نار هاديه، هنبتدي بقى نحطها على السجق بالشكل ده. اهو شايفين بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم بقى ان الريحه عالميه، الريحه والطعم مفيش بعد كده. انا نفسي ان انتوا تجربوا الطريقه دي. الطريقه دي يا جماعه حلوه جدا وموفره وسهله، ومش محتاجه اي حاجه، وتعمليها كده للولاد وتحطيه في الفريزر في اي وقت تطلعي منه. تحفه. بدل ما الولاد بيروحوا يجيبوا سندوتشات من بره، بتبقى غاليه وما بتبقاش مضمونه. نديله بقى تشويحة كده مع بعض، ونسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده دقيقة أو اتنين بس، عشان الخضار بتاعي ما يتبلش قوي. أنا بحب البصل والفلفل كده فيهم قرشة. حلو قوي كده، هطفي عليه بقى، وهبتدي أعمل شوية سندوتشات حكاية. شايفين بقى يا جماعة صبع السجق عامل ازاي؟ حكاية بجد عالمي. بصوا كده، أنا هقطع لكم كده منه قطعة عشان تشوفوه من جوه عامل ازاي. شايفين القطعة بتاعته عامل ازاي؟ بصوا كده معايا، شايفين؟ مش هيفرق حاجة عن السجق بتاع بره بأمانة، أحلى بكتير من بتاع بره، وموفر واقتصادي، وكفاية ان انت ضمناه. اللحمة ضمناها وعاملاها على ايديكي، والطريقة سهلة وبسيطة، ما خدتش منك اي حاجة. تعملي بقى سندوتشات براحتك، تقطعيه بقى في حشوات مع مكرونة او اي حاجة، تشكلي منه براحتك زي ما انت عايزة. انا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.